لو ما عندكيش بيكنج باودر وعايزه تعملي كيكه دلوقتي، هقولك على طريقه تعملي بيها الكيكه من غير اي بيكنج باودر خالص، وهتطلع معاكي هشه كده وطريه وناجحه جدا ومظبوطه. وهقولك كده على شويه تركات عشان تطلع معاكي مظبوطه من غير البيكنج باودر. يلا بينا. شايفين الكيكه حلوه ازاي؟ بصوا انا كده عاملاها كمان في صينيه كبيره لان انا كنت عايزه الصينيه كبيره، فتقدروا كمان لو عايزينها اعلى من كده تصغروا حجم الصينية تحطوها في صينية اصغر، هتطلع معاكوا اعلى من كده طبعا بكتير، بس انا كنت عاملاها في صينية كبيرة. اول حاجة انا هحتاج 5 بيضات وكوباية من السكر. هجيب بقى كده بولة هحط فيها البيض وبعدين هنزل بكوباية السكر. ودي بقى الخطوة الاساسية، هنفضل كده شغالين ضرب فيها لمدة 15 دقيقة، مش هنبطل خالص. لحد ما تبقى بصوا معانا كده زي الكريمة بالظبط. بصوا البيض بيتحول ازاي مع السكر. انا عايزاها كده يبقى فيها الفراغات بتاعه الهوا دي بالشكل ده كده، هي كده مظبوطه. هستخدم بقى على الكميه دي كوبايه دقيق. هحط كده نصها الاول، هنخل النص بتاعها الاول، وبعدين هنقلب، بس هنقلب بطريقه معينه، مش هنقلب كده وخلاص زي ما انا بقلب كده بالظبط. بحاول ادخل الدقيق في الخليط ده. المهم عشان انا مش عايزه اقلب جامد عشان ما طلعش الهواء اللي جوه الخليط ده. انا محتاجه الهواء ده عشان هو ده بديل البيكنج باودر اللي احنا محطناهوش. شايفين كده انا حطيت نص كوبايه الدقيق التانية، يعني هي كوبايه دقيق واحده على ال5 بيضات. وهفضل اقلب بالشكل ده. اهم حاجه دي خطوه مهمه جدا، ان انتوا تقلبوا فيها بالشكل ده لحد ما هتلاقوا الدقيق اختفى تماما. بصوا انا قلبتها كده الدقيق خلاص اختفى، هسيبها بقى على جنب. دي كده دي خطوة اختيارية، انتوا تقدروا تعملوها زي ما هي كده تحطوها في الصينية على طول. وخلاص. دي خطوة بقى كده اختيارية. انا جبت كده دي الصينية اللي انا هعمل فيها، هحط فيها الكيكة المفروض. حطيت كده معلقتين زبدة وحطيت عليهم معلقتين سكر وكرملتهم بقوا باللون الجميل ده، بس خدوا بالكم عشان السكر ما يتحرقش معاكم. وجبت بقى كده موز، قطعته كده شرايح رفيعة، وبعدين هرصه بقى على الصينية. فزي ما قلت لكم دي خطوة اختيارية مش مهمة خالص. لو حابين تعملوا عجينة الكيك زي ما هي كده هتبقى تمام معاكم، ممكن تطلعوها تزينوها بقى بالكريمة بالشوكولاتة زي ما انتوا عايزين، بس انا حبيت اعملها كده. بصوا انا حطيت الشرايح الموز على السكر المكرمل بالزبدة، على فكرة طعمها حلو جدا. وبعدين جبت بقى الخليط ده بتاع الكيكة وحطيته كده عليها وفردته عليها. كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 قبل كده ما ادخل الصينية، وحطيتها في الرف الوسطاني. هنا بقى قلت هعمل صوص شوكولاتة كمان. حطيت كوباية زيت عليها كوباية سكر عليها نص كوباية من الكاكاو، وخلطتهم كده في الخلاط. وبعدين هنا ضفت معلقتين من لبن البودرة عليهم وضربتهم في الخلاط، وده كده صوص الشوكولاتة بتاعي جاهز. كده هي استوت، انا طلعتها من الفرن قلبتها الناحية التانية. بصوا جمالها على فكرة، الحتة دي متاكلة. طعمها حلو جدا من جمالها كلناها. حلوة قوي هتعجبكم وناجحة جدا. وحطيت هنا بقى صوص الشوكولاتة من فوق، وبألف هنا وشفا.